كل مليونير وكل شخص ناجح وكل حد عنده فكر هيقول لك نفس الجملة دي: ابدأ بكتاب. طب تبدأ بإيه؟ وليه أصلا نقرأ؟ وليه دايما يقولوا لك ابدأ بكتاب ذا سيكريت؟ ايه الكتاب ده وليه عليه الضجة دي كلها؟ وهل فعلا يستاهل الضجة دي وهو كتاب مميز ولا لا؟ خليني أقولك الموضوع ببساطة. ليه لازم نقرأ في الأول؟ القراءة بتزود وعيك أسرع من أي شيء تاني، خلينا متفقين على ده. في دراسة عالمية لجامعة ستانفورد لقت ان الناس بتقرأ 30 دقيقة يوميا بيقل عندهم التوتر بنسبة 68%، يعني اسرع من المزيكا والمشي والشاي. ده الشاي ده اساسي عندنا. بتخليك تفهم نفسك وتتواصل مع الحياة بشكل اعمق واحسن بكتير. الكتب بتفتح لك باب السؤال: انا مين؟ بعمل ايه هنا؟ ورايح لفين؟ فكرة واحدة من كتاب واحد ممكن تغير حياتك كلها. ليه الناس دايما بترشح The Secret الكتاب، او عموما ليه ضجة كبيرة كده وكل المشاهير والناجحين بيتكلموا عنه؟ كنت مهتمة قوي بعلم النفس لاني كنت عندي شغف افهم نفسي الاول، فقعدت ابتدت بكتب سيلف امبروفمنت. تصدق وتؤمن بالله اول كتاب قريته بسيط كان اسمه The Secret. عارفه كتاب كده بسيط لذيذ خفيف، يبهرك وبعدين تقول الله انا عايزه اعرف اكتر. صح. فكملت. اكتر كتاب غير طريقه تفكيري وغير ماي مايند سيت هو The Secret، لانه انا أكتر من الاشخاص اللي I believe in energy, so I think The Secret. اقول لك هو اسهل كتاب بيفتح دماغك على مفهوم مهم جدا اسمه قانون الجذب. بيصالحك مع نفسك جدا، بيخليك تصدق ان مشاعرك مغناطيس حقيقي لحياتك. اول افكارك بتتحول لحقيقة. لازم تكون عارف ان الافكار اللي جات لك دلوقتي مش من فراغ، لا دي جايه لك انت مخصوص ليك. واي فكره تجيلك ممكن تحولها لمشروع ناجح في حياتك. اي حاجه فعلا بتركز عليها في حياتك ممكن تحصل لك مع اخذ بالاسباب طبعا. يعني مثلا احنا بنستغرب لما بنقول هغير لون شعري فور اكزامبل احمر، وقلت بس كده لقيت الموبايل جاب لي كل درجات الشعر الاحمر، والناس كلها بقى شعرها احمر في الشارع. وبص هتقولي لا من الموبايل بيسمعنا وكده كده بتجسس علينا، ولكن حصل لي موقف غريب وكانت مفاجأة ليا بصراحة. انا قرأت الكتاب واتفرجت على الفيلم كمان. هو موقف بالنسبة لكم ممكن يكون تافه شوية، ولكن كانت حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي. اللي هو الكونسيلر بتاعي كان خلص، وهو كونسيلر طبي وانا بحبه جدا، وكنتش عارفه انا كنت جايباه منين ولا اي حاجه. فده كان في بالي اللي انا عايزه اجيبه، بس ما عملتش اي حاجه. انا قلت ان انا الكونسيلر بتاعي ده خلص وعايزه اجيبه. وفجأة لقيت حد بيتصل بيا، رقم انون معرفوش، وبقول الو. فقالت لي مساء الخير، حضرتك كنت جايبه من عندنا كونسيلر وغسول من شركه كذا، عندنا اوفر ليكي لو حضرتك طلبتي كذا. وهنا كانت مفاجأة بالنسبة لي، وهنا قعدت شوية كده اللي هو ازاي. اولا انا ما عملت السيرش على الموبايل، ثانيا الموبايل ما كانش جنبي، ما عملتش اي حاجة. كل الموضوع ده كان في بالي، بس انا قلت انا عايزة اجيب كونسيلر بس. ما اعرفش اي حاجة، لدرجة ان هم كلموني. ودي كانت حاجة بالنسبة لي. ممكن مثلا قولوا لي الاقي الويب سايت مثلا قدامي او الاقي كونسيلر قدامي، لا هم كلموني ووصلوا لي وخلوني تاني اللي انا اشتري من عندهم. فالحاجة ممكن تجيلك لحد عندك بجد. ممكن معرفش الموضوع كان في بالي قوي ولا كنت مركزة عليه ولا لا، ولكن كانت مفاجأة جدا بالنسبة لي. اي حاجة انت بتركز عليها سواء سلبية او ايجابية فهي ممكن تحصل لك. خليني اقولك مش كل حاجة تكون ايجابية، لا ممكن ساعات تنجلنا افكار سلبية كتير. وهل بتحصل ولا لا؟ بتحصل. ليه؟ لان انت حطيتها في دماغك وركزت عليها. فأي حاجة احنا بنركز عليها او اي حاجة بتيجي في بالنا وبنركز عليها لازم تخلي بالك جدا من الافكار اللي بتدخلها جوه دماغك والحاجات اللي انت بتتخيلها. هل انت بتتخيل حاجات ايجابية ام سلبية؟ وبناء على ده حياتك هتبقى بالشكل اللي انت رسمته في خيالك. الحاجة اللي اتعلمتها من الكتاب دوت: اكتب الحاجة اكني خلصتها مش لسه هبدأ فيها، او اكتب اهدافي بصيغة ان انا حققتها. يعني مثلا ما تقولش انا هنجح في المادة كذا، لا قول انا نجحت في المادة دي وجبت امتياز كمان. الحوار ده يا جماعة تحفة وبيجيب فعلا ونتيجته تحفة. يعني انا بدأت مثلا اقول لنفسي انا خسيت 5 كيلو، مش هخس، انا خسيت اوريدي. اوكي، انك تكتب الحاجة انك خلاص حققتها. عقلك الباطن بيترجم ان حقيقي خلاص انت حققت ده،
وده هيساعدك فعلا انتاجيه حياتك والطاقه بتاعتك. طب فين الكتاب ده؟ موجود في الديسكريبشن تحت بالعربي وبالانجلش، PDF ممكن تقرأوه، موجود كمان على امازون، ممكن تشتروه، ممكن تسمعوه في ايديو بوك. ففي كذا طريقه ان انتوا ممكن تشتروه او تسمعوه. لو بدأت من النهارده قراءتي 5 صفحات يوميا بس، يعني في الشهر حوالي 150 صفحه، يعني في السنه 1800 صفحه، يعني 6 ل 9 كتب تقريبا في السنه. لو قرأتي 10 صفحات تعدي ال 12 كتاب في السنة، وهو كذلك. ولو قارنتي نفسك بعد سنة هتلاقيكي إنسانة تانية خالص بالتأكيد. فهو الموضوع يا جماعة واحدة واحدة، أنا مش بطلب منكم 10 20، أنا بطلب منكم 5 صفحات بس يوميا، وهتفرق معكم جدا. طب لو عايز أقرأ بس مش عارف أبدأ بإيه، طب اسأل نفسك سؤال: بحب أعرف عن إيه؟ بتحبي تعرف عن إيه؟ اختار حاجة واحدة بس، مثلا دلوقتي نفسية، علم الطاقة، تطوير الذات، تاريخ، علم، علاقات. يعني مثلا لو حابة تقرأي عن علم النفس فعندك كتاب Atomic Habits، وكتاب كيف تتحرر من التفكير الزائد، وكتاب تاني اسمه قوة الآن The Power of Now. الكتاب ده تحفة ويا ريت تبدأي بيه برضو، لأن الكتاب هيغير مفهوم كتير قوي في حياتك. الكتاب ده أكتر من رائع. النوع التاني تطوير الذات، فن اللامبالاة. هو طبعا انتوا تسمعوا الاسم كده تقول الكتاب ده المفروض يعني ايه، فمش هقولك عنه كتير، ولكن ادخلوا اقرأوه. How to Talk Anyone، الكتاب ده تحفة. العادات السبعة لأشخاص أكثر فعالية. لو بتحبي تقرأي عن علم الطاقة The Secret طبعا أولهم، The Magic، في كتب تانية كتيرة، بس شوفي انتي حابة انهي نوع من الكتب دي واقرأي عنهم. ممكن ما تكونيش عارفه ايه النوع ده دلوقتي، طبيعي جدا، بس هقولك لازم تجربي وتشوفي بعد كده حابه تقراي عن ايه بالظبط. خلاص عرفنا ليه لازم نقرا وهنقرا ايه وايه الكتب اللي نبدا بيها ونجيبها منين. لحد كده احنا ماشيين تمام مع بعض، محدش وقع مني صح؟ نيجي بقى في اهم عمليه، وهي انك بتقراي الكتاب دلوقتي ازاي تستفيدي منه. نشر الدراسه بتقول ان الناس اللي بتكتب ملاحظات وهي بتقرا ترتفع قدرتهم على الفهم بنسبه 23%، وقدرتهم على الانتاج بنسبه 28%. يعني ورقه وقلم بلس هايلايتر وعقلك يشتغل وانتباهك يزيد وافكار جديده تتولد. انا عن نفسي ما بحبش اجيب هايلايتر واعلم في الكتاب، لان ممكن حد يقراها بعدي وممكن تشتت افكاره ساعتها، او يركز على حاجات انا مش عايزاه اصلا يركز عليها. بجيب الكراسه الصغيره. كنت دلوقتي بقرا كتاب يور باكيت، كيف تقود نفسك لحياه افضل. الكتاب ده تحفه يا جماعه، بعمل لكم عليه فيديو. وكراسه اهي وقلم، وبكتب الحاجات اللي انا فهمتها من الكتاب، او اقتباسات معينه، حكم، افكار جات لي وانا بقرا الكتاب. الحاجات دي بجد بتفرق معاكم جدا، بتفرق معاكم جدا وبتخلي تركيزكم اقوى، وبتخليكم ان انتوا بجد استفدتوا من الكتاب ده. فانصحكم جدا بلاش هايلايتر، بلاش قلم هايلايتر وبنعلم وخلاص وبننسى اصلا الحاجات ديت. ورقه وقلم، وخلي معاكي الكراسه دي تجمعي فيها كل الكتب اللي انت بتقرايها عموما. فبحط العنوان الكتاب هنا مع التاريخ والحاجات اللي ليها علاقه بالكتاب بكتبها في الورقه دي. جربوها كده وقولوا لي استفدتوا ولا لا. وقبل ما نختم وانا بتكلم معاكم عن الكتب، لازم اقول لكم سر صغير قوي. اول كتاب في حياتي انا كتبته عن شخصيه اثرت فيا. بصوا انا حطاها في المكتبه عندي اهو. اثرت فيا اوبرا وينفري، وده كان مشروع التخرج بتاعي لأوبرا، لأنها من الناس اللي قصتها مش مجرد نجاح، دي قصة مؤثرة جدا. ولدت في فقر شديد، اتعرضت لمواقف صعبة جدا، ناس قللت منها واتقال لها مليون مرة مش هتقدري ومش هتنجحي، بس اللي عملته انها قررت تعمل اهم خطوة في حياتها. سمعت صوتها الداخلي، ما سمعتش صوت الناس. كتبت عنها لأنها مثال حي للقوة والإرادة والنجاح في ظل ظروف صعبة جدا. اتعرضت لأذى نفسي وجسدي في سن صغير، واشتغلت في الراديو وهي 17 سنة. اتفصلت من أول شغلانة ليها كمذيعة، وقالوا لها شكلك مش مناسب للتقديم، وبعد سنين بقت أقوى مذيعة في العالم. قدرت تغير حياة الملايين بجد بكلمة واحدة بس: بليف. صدق، بليف. ساعات كتيرة قوي اللي بيكسرنا أوقات هو اللي بيبني شخصيتنا. لازم نعرف ان الصوت الداخلي اهم من صوت الناس. صوتك اللي انت بتسمعه ده اهم من صوت الناس.
لو اوبرا سمعت كل حد بيقلل منها ما كناش هنسمع عنها او في ناس تكتب عنها. النجاح مش بيجي فجأة، لكن بيجي لما تعرفي هدفك. كل خطوة عند اوبرا كانت واضحة، عايزة تتكلم وعايزة الناس تسمعها او عايزة هي كمان تسمع الناس. ان العلم والمعرفة هما اللي فتحوا لها كل الابواب. كانت بتقرأ بشراهة وهي صغيرة عشان تهرب من الألم. وبعد لما كتبت كتاب عنها فهمت ان كل واحد فينا جواه اوبرا صغيرة كده مستنية اللحظة اللي تثق فيها بصوتها وتقوم. عشان كده بقول لكم اقرأوا يا جماعة، اقرأوا، يمكن كتاب واحد يبدل حياتكم كلها. زي ما اوبرا كانت بتقول reading is the gate out for better life. القراءة بوابة حياة احسن. كلنا عندنا افكار، كلنا عندنا حاجات ايجابيه في حياتنا عايزين اللي احنا نعملها. ارجوكم 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 اسمعوا صوتكم الداخلي واعرفوا ان كنتوا شاطرين جدا، بس انتوا لسه ما اكتشفتوش نفسكم او لسه ما جربتوش حاجه. جربوا يا جماعه، جربوا يا جماعه، ابداوا في اي حاجه، ما تستنوش حاجه عشان تبداوا. يعني عايزه تبداي في اي بروجكت حاجه، ابداي بحاجه صغيره وبعد كده هتكبر. مفيش حد بيكبر كده من مره واحده، صدقوني كل خطوه بتيجي ورا بعضها وبعدين بتشوفوا الشكل الكامل بتاعكم اللي انتوا عايزين تشوفوه او اللي انتوا متخيلينه. كل حاجه خطوه بخطوه صغيره دلوقتي بتبني حياه ناجحه بعدين جدا. الخطوه اللي احنا بنعملها دي الخطوه لو صدقتي ان انت هتوصلي فعلا وعايزه تعملي حاجات كويسه تفيدك او تفيد الناس، ده هيحصل لو انت صدقتي نفسك بس وحطيتي ده في دماغك. المهم اللي احنا نصدق نفسنا ونعرف قيمة نفسنا ونستثمر في نفسنا. نلخص بقى الحلقة في السريع. القراءة الصح ايكوال الكتاب بالمناسب ايكوال الوقت المناسب. اسألي نفسك 3 أسئلة. انا محتاجة اغير ايه دلوقتي؟ ثقة، وقت، تفكير، علاقات، شغل. هو ده الكتاب ده هيحللي مشكلة ولا هيديني معلومات وخلاص؟ هل اسلوب الكاتب يناسبني؟ لو الكتاب تقيل مش هتكملي. ارجوكي بلاش تبداي بكتاب تقيل عليكي او انت مش حباه، لانك انت استحاله ان انت تكمليه وتقرايه، وحصلت لي كتير قوي. دلوقتي قبل ما نقفل الفيديو قولوا لي في الكومنتس لو هتبداوا كتاب واحد بس الشهر ده تختاروا ايه، ولو محتار اكتب لي انا محتار وانا هرشح لك كتاب حلو مناسب ليك. انا هرشح لك كتاب حلو مناسب ليك. القراءة مش رفاهية يا جماعة، دي استثمار في نفسك. وكل صفحة بتقرأها النهاردة بتعملي بيها نسخة أفضل من نفسك لبكرة. ولو عايزين أعمل حلقة كاملة عن الكتاب اللي أنا قرأته ده Your Pocket اكتبولي في الكومنتس. ولو عندكم أي استفسارات قولولي. استنوني في الحلقة اللي جاية يوم الاثنين الساعة 6 عن أكبر غلطة في رحلة التطور، وتفتكروا إيه هي الغلطة اللي في رحلة التطور. Thank you so much. أشوفكم في الحلقة اللي جاية. باي باي.